ابني لسانه تقيل وما بيتكلمش، وفي الناس قالوا لي ان انا لو جيت عند الناس اللي بتضحي ولفيت على 7 بيوت من اللي بيضحوا واخدت من كل بيت اللسان بتاع الضحيه واكلتهم لابني على 7 ايام ابني هيتكلم. في ناس كتير قالت لي الكلام ده، قالوا لي ان هم مجربينه، مش عارفه الكلام ده حقيقي ولا لا. بس انا دورت انا وجوزي على اهل البلد اللي هيضحوا السنه دي، وشفنا كل بيت كده جايب الضحيه ورابطها قدامه. اصل احنا عندنا بيبقوا رابطين كده الضحايا الضواحي قدام ايه البيت، علشان يعني ايه يبقوا يفرحوا كده والناس تعرف ان هم هيذبحوا وهياخدوا كده حاجه لله. المهم لفيت على 7 بيوت واتفقت معاهم ان انا اخد ال7 تلسنه بتاعه الضواحي، وفعلا هاكل ابني كل يوم واحد. ابني عنده 7 سنين. بس انا عايزه اقول لكم ان انا لفيت على دكاتره كتير ومحدش جاب معاه نتيجه، والناس كتير قالت لي كده احنا جربنا موضوع لسان الضحيه ده، بالذات الضحيه مش اي عجل بيتذبح ولا اي خروف بيتذبح طول السنه. فانا دلوقتي عزمت الامر لله ان انا الف على البيوت واخد منهم اللسان بتاع الضواحي. بس انا دلوقتي عايزه اعرف هل فعلا الكلام ده حقيقي وحد جربه، ولا هتبقى مجرد خرافات وهمشي وراها وخلاص، وفي الاخر هفضل انا وابني زي ما هو وهيفضل نطقه تقيل ومش عارفه اعمل معاه ايه. جربت حاجات كتير قوي، ناس كتير قالت الكلام ده، بس مش عارفه الصح فين. لو حد فيكم عنده خبره في الموضوع ده او حد فيكم له تجربه يا ريت ياكد عليا في الكومنتات. اعمل فعلا الحاجه ديت ولا اكبر دماغي وما اعملهاش واسيب لسان الضحيه لنصيبها اي حد تاني ياخده غيري، علشان ما يبقاش حرام عليا. لو هي يعني لو انا مش محتاجاها ومش هتعمل حاجه في ابني، يبقى انا اسيبها ايه لاصحاب نصيبها. يا ريت اي حد يقول لي كده في الكومنتات. ابني عنده 7 سنين علشان برضو افكركم. وكمان اللي قال لي لازم 7 إيه 7 ألسنة يعني وكده. مش عارفة رقم 7 ده مرتبط بسن ابني ولا عموما بيبقى كده. يا ريت لو اي حد عنده تجربة بالله عليكم يقول لي في الكومنتات.